زلابية المحلات المقرمشة طريقة كلش سهلة وبسيطة وتنجح عندك من أول مرة. شوية تعليمات بسيطة تنطيك هذه القرمشة وتبقى مقرمشة لحد آخر قطعة. أهم خطوة لنجاح الزلابية هي الشيرة. كوبين شكر، كوب مي، رشة لمن دوزي، ونخليها تغلي على النار تقريبا 5 دقائق. سر نجاح الزلابية هو قوام الشيرة، لازم شوية ثخينة. لعجينة الزلابية كوب نشا وكوب طحين، نص خاشوقة خميرة وخاشوقة شكر، نخلطهم ونضيف كوب وربع مي. هذا مقدار المي كلش مضبوط على هاي المقادير. نخلطها كلش زين ونغطيها ونتركها تتخمر تقريبا ساعة. ورا ما اختمرت صارت بهذا الشكل، شوية القوام لزج. عندي بطل مال كاتشب أو بطل مال مي ثقبه من النص. صبيت العجين بالبطل، وهذا قوام الشيرة من بردت، مو كلش مي، بيها ثخن شوية. حميت الزيت وبديت أشكل الزلابية. ممكن أول وحدة أو اثنين شوية تخربط عندكم، بعدين إيدكم تاخذ، المهم تكون حركتكم سريعة. بسرعة راح تلزم نفسها وراح تاخذ لون ذهبي كلش فاتح، ما نخليها تصير لونها غامق. ومباشرة ننزلها بالشيرة، بس نقلبها بالشيرة ونشيلها رأسا، طبعا الشيرة باردة. وهذا شكلها بالأخير، كلش مقرمشة وكلش ناجحة، ومقاديرها كلش بسيطة، وسويتكم كمية كلش كبيرة. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون لايك والمتابعة، وبالعافية.